مساء الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين. حبيت ان انا اعمل لكم مجموعة من الحلقات البودكاست المهمة المميزة اللي تنال اعجابكم. والنهاردة حبيت ان انا ابدأ معاكم بأولى الحلقات، وهي ليه كلنا بنعمل الحاجات اللي ضد مصلحتنا؟ ليه بنخاف نقرر القرار الصح؟ ليه بنخاف ناخد الخطوة الصح؟ ليه بنخاف نختار الحاجة الصح؟ ليه بنخاف نقرر ان احنا نبعد عن الحاجة الغلط؟ ليه بنخاف نقرر ان احنا نمشي في الطريق الصح؟ ليه بنخاف نقرر ونأجل ان احنا نطور من شكل حياتنا؟ عارفين ليه؟ لأن إحنا في أغلبنا بيحس إن هو بيعمل الحاجة عكس مصلحته، بيعمل القرار اللي ضد نفسه. طب ليه إحنا بنعمل كده؟ ليه إحنا بنرضى بالظروف الغلط ونرضى بالحياة الغلط ونرضى بالأشخاص الغلط ونرضى بالتحديات ونستسلم ليها، وكأن مكتوب علينا إن إحنا نكمل دايما في الطريق الغلط أو الرحلة الغلط؟ الحياة مش بتتعاش بالشكل ده، أو الإنسان اللي عايز يطور من مهاراته أو ينجح في حياته مش لازم يكون مستسلم بالشكل ده. لأن كل واحد فينا جواه حاجات كتير قوي هي اللي بتأثر على شكل مصلحته أو شكل اهتماماته أو شكل حياته. لكن فكرة إن تصرفاتي أو سلوكياتي تبقى ماشية ضد مصلحتي، ده ما تطلعش غير من إنسان هش ضعيف، مش قادر يقرر، مش قادر يطور. وده مسؤول كبير جدا في جزء من تربيتنا وطفولتنا. عشان نعرف كمان جزء مهم، إن الدماغ هي مسؤول رئيسي عن أي قرارات خطأ. والدماغ دي عشان توصل لأي مستوى من مستوى إن هي تقرر، لازم تكون هي اتأهلت صح. فلذلك أنا دايما لما بنصح وبقول يا جماعة محتاجين إن احنا نطور من مهاراتنا، نطور من نفسنا، محتاجين إن احنا نقرأ، نعرف وندرب عقلنا اللاواعي إزاي ياخد طرق جديدة ويكسب خطوات جديدة ويعترف بعادات جديدة عشان يشكل مهارات جديدة جوه دماغه. ده مش حاجة صعبة. لكن احنا كلنا بنشتكي من ان احنا واقعين في دايرة العلاقة الغلط والعلاقات السامة، وواقع علينا أذى وواقع علينا تحدي، ولكن احنا مستسلمين لإيذاء النفس، مستسلمين للإحساس بالألم، مستسلمين للإحساس بالضياع، مستسلمين للإحساس بالخذلان. طب ليه أصلا احنا بنخاف إن احنا نتغير حتى لو عارفين إن التغيير هيكون أفضل لينا؟ الخوف هنا دايما بسبب الحاجات اللي بنسمعها والظروف اللي بنتكلم فيها والناس المحيطة بينا، لما بتقعد تقنعنا إن إحنا نفضل دايما في المنطقة المستقرة. المنطقة المستقرة إزاي وهي ضد حياتي أصلا؟ افرض إن أنا فضلت استحملت الضغوط والآلام دي كلها، وفي الآخر صبت عليا بالوجع وبالندم وبأشد الخذلان. وفي ناس كتير عمرها بينتهي في العلاقة بسبب يا إما مرض، يا إما ألم، يا إما بيفقد أجزاء من أعضائه، يا إما بيفقد مهاراته الأساسية وجهازه العصبي ما يقدرش يدي ريسبونس عليها. طب إحنا ليه بنستسلم للعادات اللي بتضرنا وبنفضل موجودين فيها؟ ليه بنستسلم لكل ده؟ الحقيقة إن ده قرار غلط زي ما إحنا قلنا في بداية الحلقة من العقل اللاواعي. يعني كل واحد فينا محتاج طرق عملية يقرر بيها إن هو يقوي عقله اللاواعي تجاه القرارات الصح. ليه؟ لأن العقل اللاواعي ده ما هو إلا أداة جذب وحشو سلوكيات كتير قوي جوه دماغنا، إحنا اللي بنفضل نعبيها ونخنق فيها ونفكر إن هو ده شكل حياتنا أو شكل دماغنا. عارفين زي بالظبط واحد داخل ياكل في مكان ولقى أوبن بوفيه، فيفضل يعبي يعبي في بطنه لغاية ما يجيله تخمة وبطنه توجعه وينام في السرير. العقل اللاواعي لازم يتعلم إن هو ينتقي كل الحاجات المهمة ويترك الحاجات الغير مهمة، يتعود إن هو ينتقي الحاجات الإيجابية ويسيب الحاجات السلبية. المشكلة كلها بتكون إن إحنا بنعتبر إن عقلنا اللاواعي ده ماهوش أداة، والناس تشوف إن العقل اللاواعي ده أو العقل الباطن يقول لك إن ده حاجة مش مهمة أو دي حاجة. لا، ده هي دي الحاجة الأساسية اللي بتشكل شكل حياتك أصلا وإنت مش غير مهتم بيها. نهتم بالشكل وبالمظهر والملبس، والناس هتقول علينا إيه والظروف هتقول علينا إيه، ولكن بنيجي للحاجات اللي المفروض نصرف عليها ونتعب فيها وندرب فيها ونفهم الناس فيها ونقول اصل انا ما عندي التزامات، اصل انا ما اقدرش، اصل انا لسه هقرا كتاب، اصل انا لسه هطور من نفسي، اصل انا لسه هعرف ايه الحاجات اللي تكون آه، محتاج وقت معين او محتاج تريننج اتدرب عليها. عقلك هو راس مالك الحقيقي في الدنيا. عقلك هو المسؤول عن شكل شخصيتك، هو المسؤول عن شكل مهاراتك، هو المسؤول عن شكل قراراتك، هو المسؤول عن شكل كل حاجة في حياتك. انت هتعمل ايه؟
فليه أنت بتحشي عقلك الحاجات اللي مش هتفيدك؟ ليه بنجري ورا التفاهات ونجري ورا الصراعات؟ ليه بنجري ورا الحاجات اللي مش هتفيدنا؟ ليه بنحاول دايما إن احنا نكون تافهين؟ هل التفاهة النهاردة أصبحت جزء من الراحة؟ هل الجهل أصبح جزء من السعادة؟ هل إحنا مش عايزين إن إحنا نطور من شكل حياتنا عشان نفضل محافظين على شكل الدايرة الغلط اللي إحنا موجودين فيها؟ ليه بنتلذذ بالأذى؟ ليه بنستسلم للألم؟ ليه دايما إحنا مش عايزين نكبر ومش عايزين نوصل؟ وليه دايما عايزين نعيش دور الضحية؟ ما هو أنت فكرة إن أنت راضي بإنك تعيش في الاتجاه الغلط، ده معناه إن أنت ماشي في الطريق الغلط، معناه إن أنت مستسلم لكل ده. الناس اللي بتنجح هي بتبدأ من هنا، مش بتبدأ من هنا. فأنت النهاردة لو في علاقة أو أنت في علاقة وعايزة تتعافي منها، عشان تتعافي منها لازم تقرري إن أنت تنزلي منها، لازم تقرري إن أنت تطلعي منها. لو أنت في مكان غلط، في شغل غلط، شايف إن حياتك ووجودك في المكان ده مش بتكبرك ووقت وعمر بيروح منك على الفاضي، لازم تنزل من الرحلة دي. ما ينفعش إن أنت تفضل راكب قطر ومكمل فيه، والقطر ده بيعدي على محطة واتنين وتلاتة وعشرة، وانت في وقت من الأوقات عارف إن انت كان لازم تقرر إن انت تنزل في وسط الطريق. فلما تيجي تنزل في وسط الطريق، الطريق هيكون مكلف وقتها، لأن هيكون العمل بالنسبة لك دبل وورك. فأنت إيه أنت قصاد نفسك؟ إيه أنت قصاد قراراتك عشان ما بتاخدش القرار ده؟ القرار هنا بيكون بسبب عقلي، سلوكياتي، أنا اتربيت إزاي، حياتي اتشكلت إزاي، شكل أهدافي اتشكلت إزاي. إحنا مش من النسخة اللي إحنا عليها النهاردة، إحنا النسخة اللي الآخرين حبوا يحطونا فيها. كل واحد فينا لازم يبقى عارف إن النسخة الحقيقية اللي هو نفسه يوصل ليها مش هي النسخة الحقيقية اللي الناس حطيته فيها. الناس دايما بتحطك في المكان اللي انت ما ينفعش تتحط فيه. الناس دايما عايزاك ضعيف وهش ومكسور وضحية وبتتألم، وهم بياكلوا وبيشربوا وبيسعدوا وبيمشوا في حياتهم بالشكل اللي يرضيهم. فانت ليه انت ما تقررش ان انت تعيش الحياة بالشكل اللي يرضيك انت؟ انت ليه ما تعيش الحياة بالطريقة اللي تسعدك، بالطريقة اللي تنور شكل حياتك؟ الموضوع بيكون في البداية تحس إن هو مكلكع أو معقد، والدكتور بيقول والناس بتقول إن إحنا مش قادرين نعمل ده عشان محتاج مصروف أو محتاج تكلفة أو محتاج قرارات أو محتاج وقت. لأ، في ناس كتير أنا بقابلها بقول لها اتعلمي وطوري من مهاراتك، لأن أنت شايفة إن الشغل اللي أنت فيه ده مش كويس. يعني أنا كان عندي بنت بتقول لي إن هي نفسها تشتغل في وظيفة معينة، الوظيفة المعينة ده أو البوزيشن المعين ده محتاج منها إن هي تعمل شوية كورسات وتطور في نفسها في شوية مهارات، ولكن ما عندهاش وقت كفاية. مش ما عندهاش فلوس، لا، ما عندهاش وقت كفاية. فسألتها السؤال هنا: ليه ما عندكيش الوقت الكفاية؟ قالت عشان بشتغل. طب هي النهاردة بتشتغل الشغل اللي هي مش بتحبه عشان تعيش وتصرف ويكون معاها سالري تعيش بيه، لكن قصاد ده هي ما عندهاش الوقت الكفاية إن هي تطور مهاراتها عشان تشتغل الشغلانة اللي هي بتحبها. هنا بقى النصيحة اللي بقولها لك أو بقولها لأي حد لما تكون واقع في الأزمة دي: تكرر حاجة واحدة. الشغل اللي انت ما بتحبوش اشتغل فيه بإتقان وكل حاجة على حسب التايم بتاعه وعلى قد الوقت بتاعه، عشان تاخد التكلفة اللي انت تعيش بيها والمبلغ المقابل اللي انت يخليك تعيش كويس، أو تصرف حتى على شكل كورساتك اللي انت عايز تطور فيه. لكن ما تستسلمش ليوم أو اتنين أو شهر أو سنة في الشغل اللي انت ما بتحبوش، لأن معنى ان انت تستسلم للشغل اللي انت ما بتحبوش وشايف ان هو اخد كل وقتك وانت ناقد عليه، ده معناه ان عمر كبير هيروح من عمرك على الفاضي، ووقت كتير هيروح على الفاضي، وفرص كتير هتروح على الفاضي. وهيجي الوقت اللي حتى المكان اللي انت بتشتغل فيه كنت مفكره هو استقرار، هو سبب راحة، هو عشان بيديك عائد، هتلاقي الناس أصحاب العمل دول بيتخلوا عنك لأن مهاراتك بقت ضعيفة، وجودك في المكان ما عادش إضافة، حصلت أي مشكلة أو حصل أي تحدي ما بينكم وخلاكم خسرتوا بعض. هتقول يا ريتني وقتها كنت بستقطع وقت من يومي وباجي على نفسي عشان أطور وأوصل للوظيفة أو البوزيشن اللي أنا كنت عايزه. العلاقات بتاعتنا والصداقات والحب والشغل والبزنس والفلوس كلها مبنية على فكرة إن إحنا بنخاف على نظرة اللي قدامنا، بنخاف من اللي قدامنا نحطه في موقف ما نقدرش نقول لأ، بنخاف إن إحنا نحافظ على شكل برستيجنا أو حافظ على شكل حياتنا. لكن أنا النهاردة بقول لك الخلاصة في البودكاست دي: لو أنت عايز تنجح
أو أنت عايز تغيّر شكل حياتك أو أنت عايز تعيش سعيد في حياتك، مجموعة قرارات محتاج إن أنت تعملها، وأولهم إنك تتعلم إن أنت دايمًا تقول لأ على الحاجة اللي ما ترضيكش. اتعلم إن أنت يكون عندك قرار ثابت في حياتك بتدّي إجابة عليه وبتقول إن أنا مش راضي عن الكلام ده، وخلّيك دايمًا الحاجة اللي مش راضي عنك فيها أول حاجة هو أنت. لمّا تحب إن أنت تكون مش راضي، تكون مش راضي عن نَفْسك أنت، مش راضي عن شكل لغتك ولا مهاراتك ولا طريقتك ولا الskills بتاعتك، عشان دايمًا تكون بتعمل upgrade ليها وبتعمل update ليها وبتنمّي نَفْسك بشكل كويس. اوعى تفكّر إن أنت لو وصلت لمرحلة معيّنة من التعليم أو من العلم إن أنت كده فهمت، ده معناه إن أنت هتفضل طول حياتك جاهل واقف مكانك. حاول إن أنت دايمًا تطلّع أو تطّلع على الحاجات الجديدة في مجالك، طوّر من شكل مهاراتك واوعى ترضى بالحاجات اللي بتتقدّم لك بس. حاول دايمًا تكون أنت active عشان اللي قدّامك يدوّر عليك. لو أنت في علاقة أو أنت في المكان الغلط، كل النصايح اللي أنا باقولها دي هتساعدك كتير، هتساعدك إن أنت ما تعيشش دور الضحية، تبطّل تشتكي، تبطّل تضيّع في الوقت، تبطّل إن أنت تعيش مظلوم في حياتك، وأهلك هم كانوا السبب إن هم يطوّروا لك شكل نظرتك. ما فيش حد ملزم إن هو يغيّر شكل حياتك غيرك، ما فيش حد ملزم إنه يخلّيك سعيد غيرك، ما فيش حد ملزم إن هو يخلّي حياتك كلّها جميلة غيرك، فأنت المسؤول الأول والأخير عن شكل حياتك. عايزك تسأل نفْسك سؤال: هل أنا راضي بالظروف الغلط ومع الناس الغلط، والّا أنا اللي فعلًا اللي ممكن أكون غلط ومستسلم؟ وجاوب كده في التعليقات، وعايز أشوف رأيكم. ليه إحنا بنرضى إن إحنا نعيش بالطريقة الغلط وبنمشي بالشكل الغلط وبنستسلم للقرارات الغلط؟ هل ده ضعف مننا؟ قلة حيلة مننا؟ استسلام؟ يأس؟ كل واحد يسأل السؤال ده لنفسه ويشوف وقتها هو محتاج يقرر إيه. محتاج يقرر يكون سعيد في حياته ولا يكون تعيس في حياته، يكون هش للآخرين ولا يكون جد قصاد نفسه ويختار نفسه، عشان نفسه دي اللي هتكمل له الرحلة اللي هو نفسه يسعدها. لما تشوف الناس الناجحة وتشوف الناس المرتاحة هتعرف وقتها انت محتاج توصل لإيه. أشوفكم على خير في البودكاست القادم، وإلى اللقاء. منتظر تعليقاتكم على البودكاست ده، وإن شاء الله هيكون في حلقات بشكل يومي على اليوتيوب، وهنعلن عن الوقت اللي بتنزل فيه، لكن كل يوم هتلاقيها موجودة على اليوتيوب. ويا رب دايما تكونوا بخير وفي أسعد حال. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.